هل أبلغت من المخابرات الحربية أن تكون عناصر من حماس أو حزب الله عبر الأنفاق لإحداث اضطرابات للبلاد وهم يحملون أسلحة إلى جنبهم من الله العظيم وهم يقولون الإسلام مش هذا التقارب لا لا وهل خلال تلك الفترة السابقة وأثناء اندلاع أحداث يناير 25 يناير 2011 رصدت الأجهزة المخابراتية بالقوات المسلحة أي تسلل عبر الأنفاق في سيناء أي من عناصر حزب الله وحركة حماس الفلسطينية وغيرها من العناصر الإرهابية؟